وقد عرف قضاء طوس هورماتو حجم قيمته عند ولاة الأمر، ديمومة الموت الذي يحصد بأرواح أبناء التركمان الموالون لآل البيت عليهم السلام، أصبح السمة الأبرز التي يتميز بها هذا الركن النازف. الموت أصبح فعلا مضارعا لا ينتهي، وقضاء الطوز زائدا لا محل له من العراق. ففي الوقت الذي انشغل فيه البعض منهم لإتمام مراسيم تشييع موت جديد، كان البعض الآخر يعبر عن جرحه النازف بالاعتصام السلمي على الطريق بين كركوك وبغداد، فثارت المشاعر وفاضت بالآتي. احنا من 2003 كله مشاكل، كله انفجارات، كله خوف، يعني اطفالنا هسه صارت عندهم كلهم مرض الا السرطان. انا ابني هسه صار سرطان برجله، قصيت رجله من الخوف. تقول مدينة المنكوبة الوحيدة بالعراق كاملة قدمت شهداء من أيام النظام السابق ولحد الآن بالانتفاضة الشعبانية وباقي المناسبات. احنا من 2003 لحد اليوم نتمنى خير من هالدولة، وهاي احنا ناضلنا وشتمت ضلينا سنين عديدة بغربة، وجينا حتى واحد يلقى له مكان يريح نفسه بها. وهاي كل من عنده ضمير الآن حي يحس بآلام وآهات هاي الجماهير. احنا ليش يستهدفونا؟ احنا تركمان شيعة يستهدفونا، ومعلوم الاستهداف شنو. وفي اللحظة التي ودع فيها الأهالي شهيدهم السعيد إلى مثواه الأخير، فوجئوا بتفجير إرهابي يخضع الوصف أمامه لحجم البشاعة التي تحلى بها حزام ناسف نسف معه كل أحلامهم وآمالهم في القضاء على كابوس لا ينفك عن الاقتران بوسادة أوجاعهم، لتتضح صورة حال هذا القضاء بشكل دقيق، وهي صورة رسمت بدمائهم. الشارع ما ينفتح إلا مهاجرين يطلع، إلا ينحل هاي المشكلة. لو بعد 100 سنة، لو بعد مليون سنة ننزل دمنا هنا، لو واحد من التركمان ما يبقى له هذا الشارع ما ينفتح. أحد الانتحاريين هو مع أحد أفراد الشرطة، ولذلك كيف يستطيع الائتمان إلى أفراد الشرطة إذا هم نفسهم تطوعوا في تكريد من قبل قائد الشرطة صلاح الدين وإرساله إلينا كانتحاري. إذا أصل المشكلة لا زالت قائمة، وأصل القضية لا زالت قائمة، وما يزال السبب قائما. إذا فالاعتداءات ستستمر والاعتصامات كذلك ستستمر. وبذلك اتضحت صورة المستقبل لقضاء طوس هورماتو، مستقبل سطر بالدماء المسالة في الشوارع والأشلاء المتناثرة في كل مكان. من قضاء طوس هورماتو بمحافظة صلاح الدين، نجف أوغلو، الغدير الفضائية.